كده انا اقصيت اجمد فرقه في البطوله دي. ماشي مش اللي هي مين بقى؟ مين؟ غانا. ماشي. ففي الدور اعتقد كانت بركلات الترجيح من نقطه بركلات الترجيح بجون بالصدفه. في الاخر في نجاح حصل وفي جهد اتبذل من اللعيبه والجهاز الفني اللي كان موجود معايا. كويس. فتاهلنا على حس المباراه دي الى السيمي فاينال. بتسمي التاهل هنا ايه؟ تاهل مشروع. لا بتسميه توصفه ايه؟ نجاح. نجاح كبير جدا. طيب. نجاح كبير جدا لدرجه ان انا اتقال لي هي كده الحمد لله يعني لان البطوله مين اللي قال لك كده؟ لا ناس كتير قالت لي كده. مش لازم اقول لك مش لازم مسؤولين مش لازم اقول لك طيب مش لازم اسال السؤال المهم. اذا كان القياس انه تاهل في بطوله الامم الافريقيه من المجموعه اللي بنلعبها في مصر مع منتخبات متواضعه الاداء هو نجاح. انا اراه بالمناسبه كمان نجاح. صح. نجاح بالمقارنه بالمده الزمنيه اللي انا اشتغلتها. اسمه في الاول وفي الاخر نجاح. نجحت في كويس كويس. ازاي بتسمي عدم التاهل من المجموعه الاولى في كاس العالم نجاح؟ انا ما قلتش نجاح. انا قلت نجاح. مش اخفاق. ما هو مش اخفاق. في فرق بين اخفاق وفشل. انا مش اخفاق فهو ايه؟ ما هو انا لما اخرج بلايحه يا ابراهيم غير لما بخرج صفر اليدين انا خسران الثلاث مباريات او خسران مباراتين ومتعادل مباراه. هنا اقول لك فشل مش اخفاق حتى. يعني حتى كلمه اخفاق دي حنينه كلمه حنينه. طب يا كابتن اسامه طول بالك عليا. ما انا لما بقول ان انا خرجت بالانذارات حضرتك دلوقتي بتوصف لي الواقع الاخير. لكن اللقطه فيها صورتين قبل لا صورتين دول ما انت الصورتين بيقولوا ان انا لعبت قدام اليابان وخسرت ماشي ونيوزيلندا وخسرت. اوكي انا النهارده فانا خسران كوره هنا. الناس لمتني لما انا قلت ان في حاجات ايجابيه برغم الخساره لان انا كان عندي لحد مكسب المباراه لحد مكسب مباراه واحده بس في المجموعه اتاهل وده امل ولازم مشروع ولازم اوصله للاعيبتي وده اللي حصل بالفعل. كابتن اسامه انا ما فرقش معايا انا بتكلم بصراحه وده كلام انا قلته على الهوا عشان انا ما بتنصلش من حاجه انا قلتها. انا قلت على الهوا انتوا يا جماعه ماسكين في الانذار وماسكين في حماده انور وسايبين ان احنا خسرنا ماتشين قبليها واداء وحش. طب ما هو انا هنا خسرت كوره. يعني لو انا كنت بختلف معاك. لو انا كنت كسبت يا كابتن اسامه ماتش اليابان او كسبت ماتش نيوزيلندا ما تقدرش انت تكسب. اكلمك في كوره ولا نتكلم لا يا سلام اكلمك كوره ما تقدرش تكسب اليابان بقدراتها وامكانياتها والحاله البدنيه والحاله الخططيه والادوات والمعدات وكل والشغل اللي اتعمل معاهم على مدار 3 سنين. لو اقول لك فتره اعداد اليابان سلم عليا انا اشتريت اقسم بالله. طب ما لازم تشتري. دي حقيقه انا اشتريت. طب نيوزيلندا نفس القصه. طب انا اشتريت منك اليابان ونفس القصه نيوزيلندا. بقول لك نفس القصه نيوزيلندا. لو تتفرج على كوره ابراهيم انا مش بتاع كلام ابن عم حديد. انا الراجل دلوقتي بتاع نقعد على تحليل الاداء لما امسك لما الاتحاد الدولي يطلع احصائيات ان انا مثلا شايط 24 شوطه على جون انا مش منوط ان انا اوفق فيها ده توفيق وعدم توفيق يا ابراهيم. لما يكون عندي 14 ضربه ركنيه 13 اجيبهم من الاحصائيات اللي قدامي. انا معايا كل انت فاهمني ازاي؟ لما يبقى استحواذي انا 7 ولا 39 محاوله 13 منهم على الجول. فاهمني ازاي؟ معناها ان انا ايه؟ معناها ان انا كنت مسيطر على المباراه لكن التوفيق من عدمه ده مش بتاعي يا ابراهيم. يعني انا ما اقدرش اقول لك ايه انا حاطط في جيب التوفيق في اليمين والمكسب في الشمال ده مش ممكن. انت بتبذل الجهد المطلوب منك واللعيبه بذلت جهد خرافي. اقول لك على حاجه مهمه جدا لعيبه اكتسبت خبراتها اثناء البطوله لانها ما لعبتش المباريات بنفس الشده ونفس القوه ونفس الحجم ده. اللعيبه اكتسبت خبراتها في